تاني جزء معانا النهارده من الأجزاء العملية هو أكل مريض السكري. أكل مريض السكر مش حرمان، وهنعرف إزاي تاكل وتعيش مبسوط في نفس الوقت وأنت مريض سكر. أكتر سؤال بيتكرر بعد تشخيص السكر هو هاكل إيه؟ ورا السؤال ده بيبقى فيه خوف كبير إن حياتك كلها هتبقى حرمان وإنك هتودع كل الأكلات اللي بتحبها، وأنا هنا علشان أقولك لأ، الموضوع مش حرمان، الموضوع تنظيم واختيار وفهم. تعال نحط مع بعض قواعد بسيطة تخلّيك تاكل اللي أنت عايزه من غير قلق ومن غير ما تعيش في عُقدة. أول قاعدة: الأكل مش عدوّك، اللي ممكن يتعبك فعلًا هو الكمية، النوع، والوقت. مش لازم تمنع نَفْسك من كل حاجة حلوة، بس لازم تبقى واعي، جسمك بقى بيشتغل بطريقة مختلفة وبيطلب منّك احترام أكتر. تاني قاعدة: نظّم طبقك. لو هتاكل نشويات بالذات زي العيش أو الرز أو المكرونة، خلّي معاهم بروتين زي البيض أو الفراخ أو التونة أو اللحمة، وخلّي معاهم ألياف زي السلطة أو الخضار. طب ليه نضيف البروتين والألياف على النشويات؟ لأن البروتين والألياف بيبطئوا امتصاص السكر، فالمستوى ما يعلاش بسرعة. يعني بدل ما تاكل رغيف عيش كامل، كل نص رغيف ومعاه بيضة وخيارة في نفس الوقت. نفس الأكل موجود، بس التأثير بيبقى مختلف على جسمك. تالت قاعدة: ما تخليش نفسك توصل للجوع القاتل. الجوع الشديد اللي بيخليك تاكل بسرعة ومن غير وعي وبيخليك تاكل كميات أكبر. فحاول تاكل وجبات منتظمة صغيرة كل 4-5 ساعات. رابع قاعدة: الحلويات. أيوة، هنتكلم عن الحلويات، لأن مريض السكر مش لازم يودع الطعم الحلو، لكن لازم يعرف ياخده إمتى وإزاي. لو هتاكل حاجة مسكرة، خليها بعد وجبة رئيسية مش على معدة فاضية، وخليك واخد بالك من الكمية، ومش لازم تاكلها كل يوم. وفي بدائل صحية ممكن ترضيك بدل الحلويات، زي الزبادي بالفواكه أو قطع الفاكهة مع شوية مكسرات. خامس حاجة: المشروبات. المشروبات الغازية والعصاير مليانة سكر، وغالبا بتكون أكتر حاجة بترفع السكر بسرعة. استبدلها بمية، شاي أخضر، كركديه، نعناع، أو حتى مية فوارة منكهة، ودي بدايل كويسة جدا بالذات للي متعود على المشروبات الغازية. سادس قاعدة: طبق السلطة مهم جدا جدا. السلطة والخضار لازم يكونوا أساسيين مش إضافيين. كل ما تزود خضار في أكلك، كل ما امتصاص السكر بيبقى أبطأ والمعدة بتتملى أسرع، وده معناه سكر أقل. سابع قاعدة: خد وقتك في الأكل وكل على مهلك وامضغ ببطء. المضغ البطيء مش بس بيساعد الهضم، لكنه كمان بيخلي جسمك يحس بالشبع أسرع فتاكل أقل. تامن قاعدة: التوقيت مهم جدا. لو بتاخد علاج للسكر خصوصا الأنسولين، في أدوية بتخفض السكر بقوة، يبقى لازم تكون دقيق في توقيت أكلك وما تأخرش وجباتك، وما تنساش الوجبة بعد الدوا. وخلاصة الكلام إن مشكلتنا مش في الأكل نفسه، مشكلتنا لما نسيب نفسنا نعيش بعشوائية أو نخاف ونحرم نفسنا من كل حاجة. أنت مش مطلوب منك تكون مثالي وتعمل كل النقط دي مرة واحدة، بس مطلوب إنك تكون واعي وتبدأ بنقطة واحدة، ولما تتعود عليها وتبقى تلقائي في يومك من غير مجهود، انقل للنقطة التانية. كل وجبة فرصة إنك تساعد جسمك مش تعاقبه. ولو عايز تعرف أسرار التغذية لمريض السكر وكمان لإنقاص الوزن مع نظام غذائي كامل بتفاصيل الوجبات، كل ده هتلاقيه مجانا في الفيديو ده. ولو استفدت من الفيديو، تابعني وفعل الجرس عشان هنزل كل أسبوع فيديو فيه نصايح مخصوصة لمريض السكر، من أول العناية بالجانب النفسي لمرض السكر وشرح التحاليل الطبية والمكملات الغذائية المناسبة، لحد تطلب إيه من المطعم أو في العزومة لو هتاكل بره.